السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية حماية المستهلك تقدم لكم حصة جديدة مع عرف واش راك تشري. اليوم راح نكشفوا منتوج جديد ألا وهو الجبن. ندخلوا مباشرة يعني في الموضوع. معظم الناس تشري منتوجات كما قلنا لكم بلا ما يقراوا المنتوج، بلا ما يقرا المكونات، بلا ما يقرا واش يحتوي هذا المنتوج. اليوم جبنا لكم نموذج ألا وهو جبن مبشور. هنايا كما نقول لومبالاج يبان عادي، يعني بسهوله انسان يقتنيه، لكن الانسان لازم تكون عنده شويه كيوريوزيتي باش يقرا المكونات. هنا على المباشر ان شاء الله حنقرا لكم المكونات. هذه عينه على سبيل المثال ليس الحصر. المكونات: دهن نباتي، نشاء قمح الكازيين، معدل الملح، مضافات غذائيه، مستحلب سين 452، مستحلب سين 331، معطر مطابق للطبيعة، مضافات غذائية، عامل للحفظ سين 200. وهنايا نزيدوا بيتا كاروتان ألا وهو الملون. هذه المكونات. الغريب الأمر هنا وشنو هو الغريب؟ أنه احنا نعرفوا باللي مشتقات الحليب هي الأجبان، لكن ما سمعتونيش ذكرت ولا صبت في المكونات كلمة مكتوبة الحليب. يعني هذا المنتوج خالي من الحليب. هنا نتساءل ونتساءل أخي المستهلك، يا هل ترى على شيء الفرماج أنا هذا؟ على شيء الجبن؟ باش نقوي الكالسيوم، باش نقوي العظام، باش نوكل أولادي مشتقات الحليب. إلا هذا الجبن خالي من الحليب، إذن علاش نشريه؟ يا هل ترى المستهلك على باله واش راه ياكل؟ يا هل ترى هذا المنتوج هذايا صحي أم ضار؟ يا هل ترى هل يحق للمنتج أن يكتب كلمة جبن، وهذا الجبن هذايا اللي يكتبوا عليه هو ما يحتويش على مشتقات الحليب؟ هذه كامل تساؤلات إن شاء الله نحطوها المديرية التجارة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.